الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنحل monthly evaluation number 3. هنحل من كتاب التقييمات صفحة 61. write scientific term number 1. The measuring unit of heat. الهيت بتتقاس بوحدة. ايه هي الوحدة بتاعة القياس بتاعة الهيت؟ calorie. ايه يا ميس يعني ايه وحدة قياس؟ يعني لما بشتري تفاح بشتريه بالكيلو، بشتري بشوف الطول بالمتر بالكيلومتر. طيب لما بقيس الهيت بقيسها بايه؟ الوحدة بتاعتها اسمها calories. Number 2. Material that allow heat to transfer through them. مين الماتيريالز؟ المواد اللي بتعدي الهيت اسمها ايه؟ thermal conductors. Number 3. Materials that don't allow heat. اللي مش بتعدي الحرارة اسمها thermal insulator. Number 4. The way in which the sun heat travels through space. مين الطريقة بتاعة التوصيل بتاعة الحرارة؟ إن الشمس بتوصل لنا بيها الحرارة. الطريقة دي اسمها إيه؟ الحرارة بتاعة الشمس بتتنقل عبر السبيس، والطرق بتاع الهيت ترانسفير conduction convection radiation، أو الراديشن هي بتاعة السبيس radiation. Correct the underline words. صح كده تحتها خط. Number 1. Heat in liquid is transferred by radiation. الحرارة في السوائل بتنتشر بإيه؟ بالconvection. Contraction of material occur due to constant of temperature. Contraction يعني المادة بتنكمش، بتلزق في بعضها. لما المادة بتسقع بتقرب في المولكيولز بتاعتها ببعضها، وبيحصل لها حاجة اسمها ايه؟ contraction. يبقى contraction بيحصل امتى؟ لما التمبريتشر بيحصل لها ايه؟ decrease. Number 3. The bonding force of molecule is weak in cold material. المواد لما بتسقع بتقرب من بعض، فالقوة بينهم بتبقى كبيرة، بيلزقوا في بعض. يبقى bonding force أو القوة بين المواد الساقعة أو الباردة بتبقى عالية. بدل أشيل كلمة weak واكتب في مكانها كلمة strong. Number 4. Molecules of matter move away when exposed to low heat. الموليكيولز بتبعد عن بعضها لما بتتعرض لحرارة قليلة. افتكر كده الجاز، أو لما بسخن المواد المية بتعمل ايه؟ بتتبخر، بتبعد عن بعضها. يبقى الموليكيولز تبعد عن بعضها امتى؟ at high temperature أو high heat. يبقى لما الهيت بيزيد الموليكيولز بتبعد عن بعضها. Number 5. The higher temperature the lower thermal energy. قلنا لما الحرارة بتزيد thermal energy بتزيد، يبقى لما الحرارة بتزيد the higher thermal energy. Number 6. The mass of material after melting less than mass before melting. هل الماس بتتغير، بتزيد أو بتقل؟ لا يا مس، الماس ثابتة ما بتتغيرش equal. Number 7. When material exposed to cooling. المادة لما تتبرد bonding force between its molecule is reduced. مش ثواني، بتقولي لي لما المادة تبرد انت قلتي لي بتلزق في بعضها، بتلزق في بعضها والقوة بتاعة التماسك بتزيد. يبقى ال bonding force increased، بتزيد. Number 8. When the material lose thermal energy it expands. لما المادة بتفقد حرارة بتلزق في بعضها، بتنكمش، بتلزق كده في بعضها. contract. لما بفقد حرارة المادة بيحصل لها contract. Number 9. Concrete between railroad track is used to allow it to expand in safe manner. ايه اللي موجود جوه الريلوي تراك؟ expansion joint. Number 10. Thermal equilibrium occur between two objects in contact. Thermal equilibrium. ايه thermal equilibrium ده يا ميس؟ انت قلتي لي الحرارة بتتنقل من الجسم السخن للجسم الساقع. هتقعد تتنقل كده طول النهار وطول الليل يعني ولا ايه؟ هتفضل تتنقل لحد ما اوصل لدرجة الحرارة تبقى ثابتة، لحد ما اوصل لحالة اسمها thermal equilibrium. يعني ايه كلمة thermal equilibrium؟ ان الحرارة بتكون equal. يعني متساوية. When you put a piece of chocolate in the sun the distance between its particles decrease. بيقولك لما تحط حتة شوكولاتة في الشمس المسافة بينهم هتقل؟ لا يا مستر، المسافة بينهم هتزيد.
increase. ليه مش هتزيد؟ عشان الشوكولاتة دي كانت solid صح؟ بتتحول ايه؟ لليكويد. فالليكويد ده المسافات بتبعد عن بعضها، فحتى بتبعد عن بعضها كده تبقى مرحرحة شوية. اوكي؟ طيب number 12 metals are bad heat conductivity. الميتالز bad heat conductivity ولا good heat conductivity؟ good. Number 13 electric wire made up of wood and covered with aluminum layer. السلك الكهربي مصنوع من الورق اللي كبر، المادة اسمها كبر، وبتتغطى ببلاستيك. ليه؟ عشان ما تكهربش. وبعدين بيقول لي قارن بين الاكسبانشن contraction. expansion يعني تمدد، بيحصل امتى الاكسبانشن؟ لما بياخد حرارة high temperature. اللي بيحصل في الفوليوم increase، الموليكيولز بتبعد عن بعضها. اتفقنا اول ما تاخد حرارة الموليكيولز تبدأ تبعد عن بعضها، تتحرر عن بعضها، يبقى الفوليوم بتاعها يزيد، يبقى دي اسمها expansion. امال ايه الكونتراكشن دي؟ المادة دي لما بيحصل لها loose heat بتفقد الحرارة، بتتكتك كده، تقرب من بعضها، الموليكيولز get closer to each other، تكتك كده زي ما بتكتك تلزق في حد وانت سقعان. يا باشا يا بت، خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ دي اسمها ايه؟ contraction. اسمها ايه؟ contraction. طيب عايزك تقارن بين الهيت conducting material والهيت insulating. heat conductor يبقى its material allow heat to flow through. انت راجل كريم وشاطر، اديني مثالين iron وكبر. heat insulating material there are material don't allow heat to pass through. اديني مثالين ما بيوصلوش حرارة، البلاستيك والليد. give reason alcohol rises inside thermometer when placed in hot water. لو جبت ترمومتر حطيته في مية سخنة، ايه اللي هيحصل لو الكحول كان هنا وحطيته جوه مية سخنة؟ ايه اللي هيحصل للكحول؟ الكحول اللي هيزيد ويوصل هنا، الليفل بتاعه هيزيد. ليه يا ميس الليفل بتاعه هيزيد؟ عشان هو أخد ثيرمال انرجي. لما بياخد ثيرمال انرجي البارتكلز بتبعد عن بعضها، الموليكيولز بتبعد عن بعضها، بيحصل له حاجة اسمها expand. بيحصل له حاجة اسمها ايه؟ expansion أو expand. يبقى ليه الليفل بتاع الكحول رايز؟ because it expand، عشان حصل له expansion. ليه يحصل له expansion؟ عشان ال spaces between particles increase. ال spaces between particles increase، المسافة بين البارتكلز زادت. Number 2 leave joint. ليه بسيب مسافات بين الطرق؟ ليه بسيب مسافات؟ عشان الطرق دي أو البريدجز دي مصنوعة من إيه؟ من الميتالز، والميتالز دي بيحصل لها إيه؟ contract وبيحصل لها relax صح؟ فإيه اللي يحصل للبيلدينج أو إيه اللي يحصل للريل رود ترانك؟ إيه اللي يحصل لها؟ ممكن يحصل accident صح؟ ممكن يحصل train accident، ممكن يحصل بند يعني تتنى، يحصل لها parking. طيب جميل. اللي بعديها number 3 the amount of heat energy of molten wax greater than solid wax. بيقولك ليه الانرجي عند المولتن واكس اكتر من الانرجي اللي عند السوليد واكس؟ هو السوليد واكس ده يا مش سوليد، والمولتن واكس ده يعني ليكويد. يبقى ده ليكويد اخد انرجي صح، جين انرجي صح، اخد انرجي فتحول لايه؟ لليكويد. تحول لايه؟ لليكويد. حلو جدا. نمبر 4 cookware is made of aluminium. يعني كوك حاجة بنطبخ فيها معمولة من الألومنيوم. ليه؟ عشان الألومنيوم ده good conductor of heat. تقولي good conductor of electricity هديك بالشبشب. thermal conductor ماشي جميل، ماشي تمشي. number 6 rubber gloves are preferred when removing hot cookware from the fire. ليه بستخدم الجوانتي اللي مصنوع من الرابر لما بشيل حاجة من على النار؟ عشان الرابر ده ايه؟ heat insulator, because rubber is heat insulator, doesn't allow heat to flow through or don't allow heat to transfer. السؤال اللي بعده number 7 glass is heat insulating material. بيقول لك ليه glass heat insulator؟ عشان هو مش بيعدي الحرارة because it don't allow heat to flow. because it don't allow heat to flow. What happened? number 1 a solid material gains thermal energy. اللي يحصل لما السوليد ماتيريال تاخد thermal energy، افتكر المية وهي بتغلي الكاينيتيك انرجي بتاعتها هتزيد، والموليكيولز هتقرب من بعضها ولا هتبعد؟ هتبعد عن بعضها. يبقى the kinetic energy will increase and molecules will move away from each other. هيحصل لها expansion، expand بتتمدد.
Number 2 contact with two objects of different temperature. لو لزقت مادتين في بعض عندهم درجات حرارة مختلفة ايه اللي هيحصل؟ Heat will transfer from hotter object to cooler object. لحد فين؟ لحد ما لا نهاية ولا لحد ما اوصل لدرجة حرارة الاتزان؟ لحد thermal equilibrium till thermal equilibrium. Number 3 the material has lost heat energy. المادة فقدت حرارة. ايه اللي يحصل لما المادة تفقد حرارة؟ هتقرب من بعض صح؟ الموليكيولز هتقرب من بعضها، الكاينيتيك انرجي بتاعتها هتقل ويحصل لها ايه؟ طالما المادة لازقة في بعضها دي اسمها expand ولا contract؟ contract. building bridge without expansion joint. لو عملت كوبري من غير ما احط له expansion joint هيحصل له ايه؟ buckling. هيحصل له ايه؟ bend. هيتنى، هيبوظ، destroy. ليه يا مس؟ عشان انتي المفروض بتعملي حسابك ان البريدج ده معمول من الميتال، والميتالز دي بيحصل لها contraction او بيحصل لها expansion، تمدد او حرارة، تمدد او انكماش على حسب درجة الحرارة. Number 5 increasing the velocity of matter molecules. ايه اللي يحصل لما الفيلوسيتي بتزيد؟ يعني ايه مس فيلوسيتي؟ يعني سرعة. ايه اللي يحصل لما السرعة بتزيد؟ الموليكيولز هتمشي ازاي؟ هتمشي اسرع والثيرمال انرجي بتاعتها هيحصل لها ايه؟ هيزيد. يبقى الثيرمال انرجي بتاعتها هتزيد والمادة هتتحول من ستيت لستيت تانية. The handle of iron is made up of metal. اللي يحصل لو الايد بتاعة المكوة معمولة من ميتال يبقى هتوصل ايه؟ هتوصل الحرارة لإيديكي وهتحرق لك إيديكي. The heat will pass through it and it will burn your hand. هتحرق الإيد بتاعتك. السؤال اللي بعديه What are the methods of heat transfer؟ ايه الطرق بتاعت الهيت ترانسفير؟ 3 حاجات ايه هما؟ conduction, convection, radiation. اللي بعديها factors that influence the rate of heat transfer. ايه الفاكتورز اللي هتأثر على الهيت ترانسفير؟ احنا قلنا لما بنقرب جزئين او مادتين من بعض عشان الحرارة تتنقل بينهم لازم اخلي في سيرفيس كبيرة متعرضة للاتنين. لازم درجة الحرارة لما يبقى في اختلاف كبير في درجة الحرارة بيحصل هيت ترانسفير اكتر. ولازم كمان الوقت اللي انت بتعرضهم لبعض، التايم اللي انت حاطه يبقى لارج تايم. يبقى عشان نوصل الحرارة والحرارة يحصل لها هيت ترانسفير اكتر لازم الاريا اللي فيها كونكشن تزيد، لازم التايم اللي فيه كونكشن يزيد، ولازم كمان ان يبقى في فرق كبير في درجة الحرارة. ايه هو الثيرمال ايكوليبريم؟ ان الهيت ترانسفير بتتنقل منين لفين؟ من الهوت اوبجكت للكول اوبجكت لحد الثيرمال ايكوليبريم. يعني ايه ثيرمال ايكوليبريم؟ اللي هي درجة الحرارة متساوية ومفيش اي انتقال للحرارة. the temperature is constant and there is no heat transfer. the temperature is constant، درجة الحرارة ثابتة ومفيش أي transfer للthermal energy. اللي بعديها law of mass conservation. ايه الماس conservation؟ إن الماس ثابتة ما بتتغيرش لكنها بتتحول من ايه لإيه؟ لكن ايه اللي بيتحول؟ الستيت هي اللي بتتحول. الماس is constant when matter change from one state to another. يعني المادة لو اتحولت من شكل لشكل تاني الماس بتاعتها ثابتة مش بتتغير. اللي بعده when a cube of ice melt الوزن بتاعه كان كام؟ كان 10 جرام. عايز الوزن بتاع الووتر. شو كان 10 جرام؟ يبقى الوزن بتاع الووتر هيبقى ايه؟ برضه 10 جرام. ليه يا ميس؟ عشان في عندنا حاجة اسمها law of conservation of mass أو law of mass conservation. The mass of substance doesn't change when its state change. لما الستيت بتاعت الماتر بتتغير، الحالة بتاعت الماتر بتتغير، الماس بتاعتها ثابتة مش بتتغير. Explain method of heat transfer through metals. الميتالز دي بينها وبين بعضها ايه؟ conduction. بين air and water convection. وبين السبيس radiation. mention some advantage of smart clothes. السمارت clothes ليها مميزات ايه هي؟ اول واحدة بتظبط درجة حرارة الجسم، تنظف نفسها وبتدور في الضلمة. adjust temperature of body, light in dark and clean themselves.